مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. في الفيديو ده هتكلم عن الشولدر جوينت. النهارده هشرح البون، والفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن المصل. قبل ما نبدا الفيديو ده برعايه شركه افري ميديك، دي شركه اجهزه طبيه هي اللي موفره لنا السكيلتونز دي علشان نشرح عليها، وكل الحاجات دي موجوده عندهم لو انتوا حابين تشتروها، وهسيب لكم اللينك بتاعهم تحت في الديسكريبشن بوكس. انتوا المفروض عندكم فكره عن اسماء العظم بالعربي، فتعالوا نترجمها لانجلش. اول حاجه عندنا دي عظمه القص اسمها ستيرنم، ودول الضلوع اسمهم ريبس، ومن ورا الفقرات اسمها سباين. التلاتة دول مع بعض بيعملوا حاجة اسمها ريب كيج، القفص الصدري. وبعد كده عندي العظمة دي اسمها سكابولا. العظمة دي اسمها عظمة لوح الكتف، اسمها سكابولا، بيطلع منها حاجة اسمها اكروميوم. وبعد كده دي عظمة الترقوة اللي هي الكلافيكل، ودي عظمة الهيومرس. تعالوا نتكلم عن عظمة ونشرحها بالتفصيل. أول حاجة هي الكلافيكل. الكلافيكل بتتقسم لتلتين وتلت. التلتين بيكونوا الناحية الميديال، والتلت بيكون الناحية اللاترال. الناحية الميديال دي اسمها، الجزئية دي اسمها ميديال اند، وده اللي بيعمل ارتكوليشن مع الاسترنم. والجزئيه دي في الجزء اللاترال اسمها اللاترال اند، ودي اللي بتعمل لي الارتكوليشن مع عظمه الاكروميوم. يبقى في الجزئيه الميديال بتتحد مع الاسترنم بتعمل لي ستيرنو كلافيكولار جوينت، والناحيه اللاترال بتتحد مع الاكروميوم وبتعمل لي اكروميو كلافيكولار جوينت. طيب تعالوا نبص على شكل الناحيه الميديال وشكل الناحيه اللاترال ونقارنهم ببعض. الناحيه الميديال شكلها مدور، راوندد، مدوره، والناحيه اللاترال مبطنه، فلاتن. طيب احنا قلنا ان التلتين الميديال ده راوندد شبه الاسطوانه، فبالتالي هو مجسم، ليه سطح انتيريور وسطح بوستيريور وسطح سوبيريور وسطح انفيريور. والتلت اللاترال ده متبطط، فهو ليه جزء فوق وجزء تحت، ليه سطح سوبيريور وسطح انفيريور. الابر سيرفيس كله بتاع الكلافيكل سواء الجزء الميديال او اللاترال سموث، ناعم. ليه هو ناعم؟ علشان مفيش حاجات بتتثبت فيه، فعشان كده هو ناعم. لكن الجزء اللور رف، خشن، علشان بيتثبت فيه سواء ليجامنت او ماسل، فلازم يكون ملائم للفانكشن بتاعته. طيب ايه الموجود في الجزئيه اللور اللي هي الرف الناحيه الميديال اللي هي قريبه من الاسترنم؟ اول حاجه عندنا امبريشن للكوستو كلافيكولار ليجامنت. امبريشن يعني ديبريشن، في انخفاض جوه كده في العظمه بيتثبت فيها الليجامنت ده، والليجامنت ده اسمه كوستو كلافيكولار ليجامنت، فبالتالي الامبريشن متسمي على اسمه. وجنب الامبريشن ده بعديه في حاجه اسمها جروف لسب كليفيوس ماسل، جروف كده طويل بيتثبت فيه ماسل اسمها سب كليفيوس. وفي حاجه كمان معاهم اسمها نيوتريانت فورامين، بيطلع منها البلاد سبلاي اللي بيغذي المكان ده. طيب انتوا شايفين ان الكلافيكل ماشيه كده ايه، واخده كيرفات. الجزء الميديال ده الكيرف اللي من قدام ده اسمه ايه؟ اسمه كونفكس. طيب الجزء البوستيريور بتاعها العكس، كونكيف. الناحيه اللاترال الجزء اللي من قدام ده كونكيف، من انتيريور كونكيف، من ورا كونفكس. نيجي للسيرد اللاترال. احنا قلنا الابر سيرفيس ده ناعم ومفيهوش حاجه. طب واللور سيرفيس موجود حاجه قريبه من الناحيه البوستيريور بتاعتها من تحت، اسمها كونويد تيوبريكل. تيوبريكل يعني كتلة بون كده صغيرة بتضاف على البون بيمسك فيها الليجمنت، ومتسمية على اسم الليجمنت اللي بيمسك فيها، وهي الكونويد تيوبريكل. جنب التيوبريكل دي من تحت في حاجة اسمها ترابيزويد لاين، برضو بيمسك فيه ليجامنت اسمه ترابيزويد. اخر حاجه في اللاترال سيرد من انتيريور بيبقى فيه تيوبريكل اسمها دلتويد تيوبريكل. التيوبريكل دي متسميه على اسم مصل بتمسك فيها اسمها الدلتويد. طيب احنا كده خلصنا الكلافيكل. ازاي اعرف ان العظمه اللي انا ماسكها دي، لو انا شفت صوره اشعه او اي صوره، العظمه دي موجوده في الناحيه الرايت ولا في الناحيه الليفت؟ هنسال نفسنا 3 اسئله. اول حاجه احنا قلنا ان الناحيه الميديال راوندد وتخينه، والناحيه اللاترال فلاتند ومتبططه. الجزء اللي من فوق الابر ده ناعم مفهوش اي حاجه، الناحيه اللي من تحت رف وخشن. واخر حاجه هنبص عليها هو السطح بتاعها عامل ازاي. الناحيه الميديال اللي هو الميديال 2 ثيرد ده بيكون من قدام كونفكس، والناحيه اللاترال بتكون كونكيف. يبقى انا كده لو مسكت اي عظمه في ايدي هعرف هي مكانها فين، رايت ولا ليفت. تاني بون معانا النهارده وهي عظمه السكابولا. ده شكلها من ورا، والبون دي راكبه على الريبس، فليها شكل من قدام، ليها سطح من قدام. السطح ده داخل فيه ماسلز وطالع منه حاجات كتير. نتخيل ان احنا فصلنا السكابولا من على السكيلتون وبقينا ماسكينها في ايدينا، دي مكانها كده بالظبط. ده الجزء اللي على الريبس على طول، وده الجزء اللي من ورا. الجزء اللي على الريبس على طول ده الجزء الانتيريور بتاعها، بسميه كوستال او فنترال، لان هو على الكوستال على الضلوع
او فنترال اللي هو داخل جوه الجسم، والجزء اللي من ورا بسميه دورسال، الجزء البوستيريور بتاعها بسميه دورسال. السكابولا فيها 3 انجل مهمين. اول انجل مكانها اهو سوبيريور، اسمها سوبيريور انجل، والانجل اللي من تحت اسمها انفيريور انجل وده مكانها، وعندنا انجل لاترال اللي هي بتعمل لي الجلينويد كافيتي اللي هو الشولدر جوينت. يبقى تاني دي السوبيريور انجل ودي الانفيريور انجل ودي اللاترال انجل. زي ما ليها 3 انجل ليها كمان 3 بوردر. السكابولا شبه المثلث ليها 3 اضلاع، فاحنا عندنا فوق سوبيريور بوردر والجزء الميديال بتاعها ميديال بوردر والجزء اللاترال بتاعها اسمه لاترال بوردر. يبقى تاني عندنا ميديال بوردر، سوبيريور بوردر، ولاترال بوردر. السكابولا ليها 3 بروسيس، 3 حاجات طالعين منها. اول بروسيس معانا اسمه سباين اوف سكابولا، كل ده السباين بتاع السكابولا. الجزئيه دي اسمها كريست اوف سباين. الكريست بتاع السباين ده ليه شفتين، واحده فوق وواحده تحت، اسمها upper lip ولور lip، اللي هي الطرف الحاد ده هو ده الليبس اللي هي الابر ليب، واللي من تحت اسمه اللور ليب. في نهايه السباين هنا كده في تيوبريكل، التيوبريكل دي متسميه على اسم مصل بتثبت فيها اسمها الدلتويد. في نهايه السباين بتاع السكابولا في حاجه اسمها اكروميوم. الاكروميوم ده ليه تب وليه upper ولور سيرفيس وليه ميديال ولاترال بوردر. تاني على السكيلتون ده الاكروميوم، ودي التيب بتاعته، ده الابر واللور سيرفيس واللاترال والميديال بوردر بتوعه. والاكروميون اللي هو بيتحد مع الكلافيكال فبيعمل لي الاكروميو كلافيكولار جوينت. احنا قلنا ان التيب دي اسمها اكروميون، شايفين التيب اللي تحتها دي اسمها كوراكويد بروسيس، والكوراكويد بروسيس زيها زي الاكروميون بالظبط، ليها تيب وليها upper ولور سيرفيس وليها ميديال ولاترال بوردر، وده شكل الجوينت نفسها. انا عندي الاكروميوم وطالع من تحتيه الكوراكويد، وعندي الجلينويد كافيتي اللي هو في النص، وعندي دي عظمه الهيومرس عاملين لي الشولدر جوينت طالع من كلهم حواليهم ليجامنتس مثبت الجوينت في مكانه. طيب تعالوا ندخل في تفاصيل السكابولا نفسها. احنا قلنا الجزء اللي من قدام ده اللي هو انتير اسمه كوستال او فنترال. الجزء ده زي ما انتم شايفين حته واحده، الحته الواحده دي كده من جوه عميقه شويه اسمها فصه، بيطلع فيها حاجه او يعني بيطلع منها عضله اسمها سب سكابولار ماسل. سب سكابولار ماسل بتطلع من فين؟ بتطلع من الفصه اللي معموله على اسمها اللي هي سب سكابولار فصه. يبقى اعرف ان الجزئيه اللي من قدام فيها فصه واحده بس بيطلع منها ماسل اسمها سب سكابولار. ده شكلها، دي السب سكابولار ماسل طالعه اهي من الجزء اللي من قدام في السكابولا رايحه تمسك في مكانها في الشولدر، وهنقوله في الجزئيه بتاعه الماسل. ده الشكل بتاع السكابولا من ورا. واحنا قلنا ان السباين بيقسم السكابولا لجزئين، جزء فوق وجزء تحت. الجزء اللي فوق ده برضو فيه فصه، والجزء اللي تحت فيه فصه. يبقى انا عندي في الناحيه الدورسال الناحيه البوستيريور تو فصه، فصه من فوق سوبيريور وفصه من تحت انفيريور. اللي فوق بيطلع منها ماسل اسمها سوبرا سباينس ماسل، يبقى الفصه دي اسمها سوبرا سباينس فصه، والناحيه اللي من تحت اسمها انفرا سباينس فصه. يبقى تاني ده شكل سوبرا سباينس فصه وده شكل الانفرا سباينس فصه. نشوف العضلات، هيجي طالع عضله من السوبرا سباينس فصه رايحه تمسك في مكانها، ومن تحت طالعه الانفرا سباينس ماسل طالعه من الانفرا سباينس فصه. في هنا عندنا نوتش، شايفين النوتش ده حاجه نازله لتحت كده اسمه سوبرا سكابولار نوتش. وبعد كده عندنا تو تيوبريكل اسمهم سوبرا جلينويد تيوبريكل وانفرا جلينويد تيوبريكل، دول حوالين الجلينويد كافيتي بالظبط من فوق ومن تحت. انا مش عارفه هما باينين ولا لا، بس انا كده كده حاطه لكم صور. دي السوبرا جلينويد تيوبريكل ودي الانفرا جلينويد تيوبريكل. نيجي للسؤال المهم، ازاي اعرف السكابولا اللي في ايدي دي رايت ولا ليفت؟ اول حاجه احنا قلنا ان الجزء اللي من قدام انتيريور ده فيه فصه واحده بس اسمها سوبرا سكابولار فصه، لكن الجزء اللي من ورا الدورسال فيه السباين بتاع السكابولار وفيه سوبرا سباينس فصه وفيه انفرا سباينس فصه. تالت حاجة أنا عندي فيه نوتش هنا من فوق، النوتش ده موجود بس من فوق اسمه سوبرا سكابولار نوتش. فدول التلات حاجات اللي بميز بيهم السكابولا رايت ولا ليفت. واخر حاجه بشوف الجلينويد كافيتي، الجلينويد كافيتي بتاعي ده اللي بيعمل لي الشولدر جوينت ده لازم يكون لاترال، يبقى بظبط البون بالحاجات اللي انا قلتها فبعرف هي رايت ولا ليفت. تعالوا نتكلم عن الهيومرس بون. اول حاجه دي الهيد اوف هيومرس، تعالوا نوصف شكلها كده. اول حاجه هي ماشيه ابورد وداخله ميديال، لفه ميديال شويه وراجعه باكورد، يبقى الهيد اوف هيومرس دايركتد ميديالي وباكورد وابورد. الهيد بتاعت الهيومرس بيضاويه شويه شبه الكوره، بتدخل جوه الجلينويد كافيتي، الجلينويد كافيتي بيحوطها بالليجمنتس والمصل اللي حواليه
فيبقى زي القفاز ماسك على كوره. فنوع الجوينت ده اسمه بول اند سوكت جوينت. احنا قلنا ان الهيومرس ليها هيد وليها جسم، فبالتالي ليها نيك. الهيومرس ليها تو نيك، واحده اناتوميكال اللي هي اناتوميكال على شكل التشريح بتاعها، وواحده سيرجيكال ان هي اكتر مكان بيبقى العظم فيه ضعيف وبتتكسر. فانا كده عندي تو نيك. الاناتوميكال نيك اللي هي على طول بعد الهيد على طول، اللاين اللي بعد الهيد، والسيرجيكال نيك اللي بتفصل الابر اند بالشافت بتاع الهيومرس. بعد الهيد على طول في حاجه اسمها تيوبروسي، بروزين، واحد ميديال وواحد لاترال. تيوبروسي يعني جزئيه من العظم كده طالعه زياده عن البون اللي هي موجوده فيه، يعني جزء طالع فيه حجمه اكبر، ده اسمه تيوبروسي. الكبير اسمه جريتر، والجريتر ده بيكون لاترال شويه، وعندي جزء اصغر اسمه ليسر يعني اقل، موجود ميديال. احنا قلنا ان في حاجه هنا اسمها جريتر تيوبروسي وهنا ليسر تيوبروسي، ما بينهم جروف جاب، والجاب دي كبيره شويه بسميها انتر تيوبركولار جروف. الجروف ده بيركب فيه ماسل اسمه البايسبس، فبرضه بسميه على اسمها واسمه بايسبتال جروف. الجروف ده احنا قلنا ان هو كبير، فهو ليه فلور وليه تو ليبس، الليبس بتاعته واحده ميديال وواحده لاترال. بعد كده عندنا البوردرز بتاعت الهيومرس، عندنا 3 بوردر. اول بوردر الانتيريور بوردر ده بيكون لي اللاترال ليب بتاعت البايسبتال جروف. بعد كده الميديال بوردر بينزل لتحت بيكون لي حاجه اسمها ميديال سوبرا كوندايلر ريدج، واللاترال بوردر بيقوم نازل لتحت بيعمل نفس الحاجه بس لاترال سوبرا كوندايلر ريدج. بعد كده السيرفيس بتاعت الهيومرس، عندنا انتروميديال سيرفيس. في الانتروميديال سيرفيس في حاجه عندي اسمها نيوترينت فورامين اللي بتدي البلاد سبلاي للمكان. في الانترولاترال سيرفيس في حاجه عندي اسمها دلتويد تيوبروسي بتمسك فيها الدلتويد ماسل. بعد كده في البوستيريور سيرفيس عند الميدل سيرد في حاجه مهمه قوي اسمها سبايرال جروف. السبايرال جروف ده زي ديبريشن كده في النص بيعدي فيه الراديال نيرف والديب بريكيال ارتري. في نهايه الهيومرس عندنا حاجتين مهمين قوي، عندنا الجزئيه دي اسمها التروكليا والجزئيه دي اسمها كابيتولا. التروكليا دي بيارتكوليت عليها التروكليار نوتش بتاع الالنا، والكابيتولا بيارتكوليت عليها الابر اند بتاعه الراديوس. فوق التروكليار على طول في حاجه اسمها كورنويد فوسا، وفوق الكابيتولا في حاجه اسمها راديال فوسا. لما بنعمل البو فليكشن البون بيبتدي ان هو يدخل مكانه عشان يديني الفول رينج. والجزئيه دي اسمها اللاترال ايبيكوندايل والجزئيه دي اسمها ميديال ايبيكوندايل. بعد كده اخر حاجه في الهيومرس عندي حاجه اسمها اولوكتينو فوسا بيركب فيها الاولوكتينو بروسيس بتاع الالنا. دي كده الهيومرس بون. نيجي للسؤال المهم، ازاي اعرف ان الهيومرس دي رايت اور ليفت؟ اول حاجه هبص عليها هي الهيد، ان هي تكون باصه ابورد بوستيريور وفي نفس الوقت ميديال. الحاجه الثانيه عندي الميديال ايبيكوندايل ده اكبر من اللاترال ايبيكوندايل. واخر حاجه ببص عليها وهي الاوربينو فوسا بتكون موجوده بوستيريور. يبقى ببص على الثلاث حاجات دول وبعرف عن طريقهم البون اللي في ايدي دي رايت اور ليفت. انا كده خلصت فيديو النهارده، اشوفكم الفيديو الجاي فيديو المصل. سلام.